هو بيطلع عشان ينزل. اعتقد هينزل السنه دي. لما الانتاج ممكن ياخد دي حاجه هناخدها على رنا بقى، ان قالت المنصور هينزل السنه دي، ولو ما نزلش السنه دي انا هنزل لكم وانا بقول المحل هينزل السنه دي، بس انا المصر هينزل والانتاج هياخد مركز ممكن 12 او من 12 ل 10، يعني من 10 لحد بقى. انا توقعت شايف ان هو اصلا يعني الكوره ملهاش كبير ومحدش عارف الدوري لسه بدري، احنا لعبنا 8 اسابيع بس، يعني انا شايف ان الدوري لسه بدري قوي، ما نقدرش نحكم يعني. حصل فيهم من الزمالك، عارفين ان الزمالك دلوقتي حالته ما تطمنش، يعني 8 اسابيع عارفه دي من الزمالك حالته ما هو احلى حاجه في الثلاث فرق دول زي ما تقولي عارف تخطيط من الاول. هو ده الزمالك، وفي احلى حاجه في الفرق دول ان هو 3 فرق جزءهم الفنيه الزملكاويه، فرافعين رسم الزملكاويه في كل مكان. زي الجهاز المنتخب يعني كابتن حسن سحير وكابتن احمد سليمان. طبعا كده يا جماعه، الجزء الاول من حلقتنا انتهى. بنشكرك يا رنا جدا. بصي يا الاء، ويا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم وعلى كل امور الزمالك، وكنت سعيده ان انا كنت معاكم النهارده. احنا اللي بنشكرك يا رنا، وانت فعلا كنت ضيفه خفيفه علينا، وكانت لنا الوقت مش خفيفه. كنت تبقى حلقه، كنت تبقى الحلقه مدتها اطول من كده، بس ان شاء الله هنستضيفك في الحلقات الجايه ان شاء الله. خلاص نطلع بقى مصطفى فاصل ونرجع تاني في انفراد جديد ببرنامج 30 دقيقة الزمالك. النهارده هنستقبل تليفوناتكم، تتكلموا معانا في اي حاجة انتوا عايزين تتكلموا فيها، وطبعا عارفين نمرة التليفون، مستنيينكم تتكلمونا. بعد الفاصل، ودي فقرة تانية من البرنامج، فقرة استقبال اتصالات عبر الموقع. ومعنا اتصال يا تقريبا؟ معانا اتصال، ثواني. الو ايوه معانا. معاكي سارة من اسكندرية. اهلا يا سارة. الزمالك. يا سارة اهلا، ازيك؟ اهلا، الاء معايا. انا معاكي الاء ومعاكي مصطفى. اهلا. ازيك يا سارة؟ اهلا بيك يا مصطفى، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. اسمحوا لي اشارك معاكم في البرنامج؟ طبعا يا سالي اتفضلي. يا سارة اتفضلي. انا بس هدخل في الموضوع على طول. انا كنت عايزه بس اولا اهني كابتن عبد الواحد على المستوى الرائع اللي قدمه قدام الانتاج الحربي، واكبر طبعا جهاز المنتخب ان هو يضمه، رغم ان هو ما لعبش من اول الموسم غير 45 دقيقه في ماتش انبي، بس ما شاء الله طبعا تألقه يعني فرض نفسه على المنتخب. بالظبط. احنا كنا بنتكلم بقى النهارده عن عايزين كده تقييمك كده للزمالك الفتره اللي فاتت، يعني بعد 8 جولات كده، انت شايفاه ازاي يا ساره؟ الزمالك ما لعبش من اول الموسم غير ماتش انبي، ده الماتش اللي كان فيه روح وكان فيه تكتيك وكان فيه كل حاجه. بعد كده انا مش شايفه اي شكل في فريق الزمالك رغم كل النجوم وكل اللعيبه اللي جبناهم، بس مفيش خطه، مفيش اداء جماعي، في فرديه فظيعه في الاداء، فعشان كده في الشكل مفيش نتائج. طب هنري مثير كان بيتقال هنري بقى يقعد لا يمشي، طب انت شايفه ايه؟ لا بصراحه انا من اكتر المؤيدين ان هو يمشي من الزمالك. عايزاه يمشي؟ طب بعيدا عن نغمة الاستقرار وكل اسبوعين جهاز فني، بس ما تخليش جهاز فني يعني خلاص احنا ما فيش منافسة بيننا وبين الاهلي في 9 نقط، فخلاص يعني على الاقل نبني بعد كده. انا رأيي ان يمسك الزمالك حاليا مدير فني وطني يقدر يتعامل مع اللاعبين. طب يا سارة بعد اتفضل. بعد العودة من الامارات، ايه رأيك في الاداء؟ في ايه؟ ايه رأيك في الاداء بعد ما رجعوا من الامارات؟ بعد العودة من الامارات واضح ان هو ما استفادوش البدنية، يعني الاداء البدني مش وحش قوي، كلياقة بدنية مش وحشة، بس فنيا انا شايفة ان نفاج مفيش اي حاجة اتغيرت، مفيش تكتيك في الملعب خالص. تمام صح. طب انت شايفة ان فترة التوقف دي ممكن الزمالك يستغلها ازاي؟ فترة التوقف دي يعني برضه هم مطالبين ان هم يعملوا مباريات ودية اكتر، ده المطلوب حاليا، يحتكوا اكتر عشان خاطر يفهموا بعض، يبقى في تجانس شوية، يبقى في جماعية.
ويمكن برضو رجوع شيكابالا للماتشات الجاية يدي طعم شوية فريق، لأن بجد الفريق حتى يعني كسبنا الإنتاج الحربي بس ما فيش طعم. صح طيب. طب وبالنسبة طب لو سيبنا سارة موضوع الزمالك بقى وشايفنا في منتخب مصر، شايفة ايه الفترة الجاية؟ والله يعني طبعا كل مصر نفسها الماتش ده يعدي على خير وحتى من غير لقاء فاصل، بس انا احساسي ان الماتش ده هيبقى صعب جدا جدا، ويا ريت حتى نوصل بس للقاء فاصل. دي اقصى امنيه بالنسبه لي يعني. انت تتوقعي اصلا ان المنتخب المصري يعني يوصل للمرحلة دي ان احنا نكون خلاص يعني يعني في امل ان احنا نصعد بشكل برضه كبير؟ بيتهيألي لسه في امل يعني احنا ممكن طبعا. فانت كنت تتوقعي ان المنتخب ممكن يوصل للفترة دي للمرحلة دي؟ والله يعني احنا عندنا لعيبه خبره كتير، وعلى فكره لعيبتنا ما شاء الله احسن من لعيبه الجزائر بكتير، لان انا متابعه منتخب الجزائر اتفرجت على كل ماتشاته. هم اميز حاجه عندهم طبعا خط النص، لكن خط الدفاع عندهم ضعيف جدا. خط الهجوم يعني متوسط ساعات وساعات، فهو بس لو قدرنا ان احنا نحكم احنا كمان نص الملعب ونلعب مش واحنا مش خايفين، ونلعب براحتنا ومش خايفين بقى ان احنا لا احنا لازم نجيب الجولين وثلاثه، لا العب الاول انك عايز تجيب جون وبعد كده الثاني وبعد كده الثالث، ما ننزلش مضغوطين عايزين نجيب الثلاثه في اول دقيقه، يبقى مش هنعمل حاجه. تمام. انت لسه عندك امل يعني عندك امل بقى المنتخب مصر ولا ايه؟ عندي امل في الله وفي الجمهور طبعا وفي كابتن حسن شحاته، وباذن الله ربنا هيكرم، بس يعني احساسي كده ان لو يعني في امل لينا هيبقى عن طريق المباراه الفاصله. يعني انت تتوقعي لسه بقى هنوصل للمباراه فاصله؟ يعني كتوقعي ما تبنهوش بس ده توقعي يعني. ربنا يوفقهم ان شاء الله وربنا يكرم الزمالك. ان شاء الله. ميرسي يا ساره ليكي جدا على كنتي اول اتصال معانا يعني، فمبسوطين جدا بيكي يعني من اتصالك. ميرسي جدا ليكوا وللموقع. انا بشكرك يا سارة جدا على اتصالك ده. العفو، ان شاء الله ابقى معاكم كل اسبوع ان شاء الله. ان شاء الله هنستنى اتصالك دايما. ان شاء الله. اوكي مع السلامه. معانا ميرسي طبعا لساره. معانا مصطفى رنا مراسلة البرنامج بتتصل بينا، هي كانت معانا في الجزء الاول من الحلقه تقريبا، عندها اخبار جديده فتعالى نشوف عندها ايه. ثواني طب نروح نشوف رنا اخبارها ايه، فهي اكيد وصلت لاخبار جديده في النادي يعني. فهي دلوقتي كانت معانا وهتكون معانا دلوقتي بعد ثواني. الو هي رنا؟ ايوه ازيك يا رنا؟ الحمد لله، انت ايه الاخبار؟ الحمد لله. ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا رنا؟ الحمد لله تمام. عندك اخبار جديده ولا ايه؟ في اتاكدت بس كان خبر وكان لازم اتصل يعني اقول لكم. كان زي ما كنت اقول كان الزمالك هيلعب مع طلائع الجيش يوم 8/11. ده في البطولات بتاعت الزمالك عبد الناصر محمد. كمان في اجنده الزمالك دلوقتي بقى فيها كمان ماتشين لسه جداد. درس البلجيكي هيلعب معاه يوم 5/11. كويس. والمقاولين العرب يوم 11/11. طب حلو قوي ده، اكيد يعني الماتشات دي اتحددت؟ دول اكيد ودول انا اتاكدت منهم يعني. طيب اتاكدت من الخبرين دول فكان لازم تعرفوهم يعني انكم تسجلوا دول يعني. كمان يا رنا 11 ليوم 21 مش هيبقى في ماتشات؟ لا هو اكيد بقى هيبقى في ماتشات، اعتقد ان هيبقى في ماتشات في بكره اجتماع طبعا مجلس الاداره، فاكيد هيقرروا هيحددوا في ايه اللي هيحصل كمان فتره التوقف دي. اكيد دي من الموضوعات اللي هتتناقش يعني. فهنشوف كده برضه، بس اعتقد ان هيبقى في طبعا ماتشات، مش ماتشات بالمستوى ده يعني. هم كويس ان هم عرفوا يجيبوا المقاولين وعرفوا يجيبوا الارث البلجيكي والجيش، طبعا دي ماتشات كويسه في مصلحتنا. طب اعتقد بعد كده من 11 لحد 21 اعتقد يبقى في ماتشات اللي هي بتاعت دوري الدرجه الثانيه، يلعبوا مثلا مع الفرق اللي هي بتاعت دوري الدرجه الثانيه دي، لازم دايما بيلعبوها الزمالك، مش فرق قويه بس هي مجرد تأهيل يعني. تمام يا رنا، وهنستنى منك بقيه التقارير ان شاء الله بكره بعد اجتماع مجلس الاداره. ان شاء الله باذن الله. اتفضلي. الو ايوه رنا معاكي، اتفضلي. ايوه انت كنت بتقولي عايزه تقولي حاجه على المنتخب مصر؟ كنت بس احب اقول يعني ان خلاص يعني بقى كنت كان بس كده كمان تعليق كده على اللي هو كان سمعت كده نغمه كده طالعه هو مين ما خدش ليه المنتخب وكده، بس المفروض نقول يعني ان الناس دي كلها ان دلوقتي مصلحه المنتخب اهم، مش مهم مين اللي يدخل ومين اللي يخرج، مهم بس المنتخب يأدي ماتش كويس قدام الجزائر. لازم على الاقل نتعادل، نجيب 2-0 على الاقل نتعادل معاه يعني 2-0 3-0 احنا عايزين كده. طبعا اكيد.
اهم حاجه مش مهم مين يدخل مين يخرج، وبعدين ايده يعني مش لاعب ماتش كويس نقول خلاص يدخل المنتخب، لا ما ينفعش يعني، هو برضه ايده مش لسه مؤهل ان هو يدخل المنتخب، ده رايي. خلاص بس بالنسبه